بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. معكم إسلام صقر. عنوان حلقة النهاردة: حل مشكلة الكلاب الضالة في الإسماعيلية. انتشرت الكلاب الضالة في الإسماعيلية خصوصا في الفترة الأخيرة بطريقة ملفتة للنظر، وفي ناس كتير جدا اشتكوا من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومع ذلك لم يجدوا رد من السادة المسؤولين. أنا عن نفسي مش عارف مين المسؤول عن الموضوع ده، هل الداخلية زي زمان ولا مديرية الصحة؟ وهنتكلم عن الكلاب البراند، الأنواع الراقية اللي بيتباهى بيها الشباب في الشوارع. تابعوني لنهاية الفيديو عشان تسمعوا حل المشكلة. فاصل ونواصل. الإسماعيلية ألف تحية يا إسماعيلية. رجعنا لكم تاني أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم مرة تانية. كنا زمان بنشوف عربية تبع الداخلية بتضرب الكلاب الضالة بالخرطوش. كانت الكلاب قليلة جدا، كنت تبقى شايل ابنك الصغير وتقول له: بص يا حبيبي الكلب اهو. اعتقد دلوقتي الكلاب هي اللي بتقول لعيالها: بص يا حبيبي في بني ادم معدي اهو. ده من كترها طبعا. ومن الملاحظ ان الكلاب الضالة تتجمع غالبا بجانب او بالقرب من اقوام القمامة. وانا بصراحة بشوف ان العاملين بحي تالت بيشيلوا القمامة باستمرار، ولكن النباشين بيفتحوا القمامة الموجودة وبيبعتروها حتى اللي داخل صناديق القمامة. وفي اقتراح كان من دكتور طارق فرنسيس مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وهو أن يمكن القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة عن طريق عمل عمليات جراحية لذكور وإناث الكلاب لمنع تكاثرها، بشرط وجود مكان لعمل هذه العمليات وتوافر الإمكانيات المادية لهذه المبادرة من أدوات الجراحة وأدوات الرعاية الصحية للكلاب بعد إجراء العملية الجراحية. وطبعا ده حل مكلف جدا. أعتقد الكلاب بقت منتشرة في شوارع الإسماعيلية بطريقة مخيفة. وكمان بقت في الشوارع الرئيسية بأعداد كبيرة، ومنهم من ينبح لكل سيارة تمر في الشارع. وطبعا تجمعات الكلاب دي بتفضل طول الليل تنبح على الفاضي والمليان.
يعني تهديد المواطن في الطرقات والشوارع بالنهار وقمة الإزعاج بالليل. وبصراحة بيرد أحد المسؤولين ده لو ربنا كرمنا يعني وحد رد، يقول لك أصل جمعيات الرفق بالحيوان ما بتسمحش بقتل الكلاب لأن ده أسلوب فيه وحشية. طيب عظيم، المفروض الجمعيات ديت اللي مصدعة دماغ اللي جابونا تاخد الكلاب دي وتلمها من الشوارع وتحتفظ بيهم في مكان تابع لمنظمة حقوق الحيوان، وتعمل لهم سندوتشات حلاوة بالقشطة وتحميهم وتعتني بيهم وتنيمهم في سرايرهم وتغطيهم وتحكي لهم حواديت قبل النوم. غير كده محدش فيهم يفتح بقه ويقرف اللي جابونا. دي الحكاية الأولى. نيجي بقى للحكاية التانية. من الملاحظ في الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بيها بين الناس والتحرش بالفتيات في بعض الأحيان، وبالتأكيد إنه من اقتنى كلب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في أضرار الآخرين. وفي حالة إذا صدر من الكلب أي ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس، بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية المتبوع من أفعال التابع. كذلك الذي يحوز كلب بدون ترخيص معرض للاتهام بإرهاب الناس لحيازاته له وسيعاقب جنائيا بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات والغرامة بالإضافة إلى التعويض. وكذلك معرض للاتهام بالشروع في القتل أو إحداث عاهة أو غيره بواسطة الكلب الذي تطلقه على الناس. وكذلك تصل العقوبة إلى الإعدام إذا قام صاحب الكلب بإطلاقه على أحد فقتله، لأنه في هذه الحالة يعد الكلب أداة قتل فيعاقب معاقبة القتل العمد. وهنا أقول لحضراتكم إجراءات ترخيص الكلب: التقدم بطلب إلى الإدارة البيطرية التابع لها، تدفع مبلغ رسوم إصدار الرخصة، حصول الكلب على التحصين أو التطعيم ضد مرض السعار والأمراض المشتركة. بعد إثبات حصول الكلب على التطعيمات عبر تقديم الإيصالات تمنح الرخصة، وهي عبارة عن حلقة معدنية مسلسلة برقم الترخيص تعلق في رقبة الكلب. بعد الترخيص يحق لك كمالك للكلب رفع قضية تعويض على أي جهة تقتل كلبك. طب عاوز أخرج بالكلب بتاعي عشان لازم الكلب يتفسح برضه ويشم هوا نضيف، يبقى لازم نفعل القوانين الخاصة باقتناء الكلاب في الشوارع. من يتحرك ومعه كلب يجب أن يحكم السيطرة عليه بسلسلة وواقي الفم ويحمل معه رخصة اقتناء في رقبة الحيوان، لكن للأسف القوانين مش مفعلة. ونيجي بقى للحل للموضوع ده. زي ما وعدت حضراتكم، الحل هو تجميع الكلاب الضالة دي كلها في مكان واحد، سواء منظمات حقوق الحيوان تشتري قطعة أرض في كل محافظة وتجعلها منتجع للكلاب الضالة بعيدا عن المواطنين، أو تكون قطعة الأرض دي من المحافظة بأجر مخفض، على أن تقوم جمعية حقوق الحيوان برعاية الكلاب داخل هذا المكان المخصص لها، ويكون لها سيارات زي ما بنشوف في أوروبا وأمريكا بيقبضوا على أي كلب يجدوه في الشوارع ويحطوه في دار الرعاية دي، وهم يصبحوا مسؤولين عن الكلاب دي. وبكده تنتهي ظاهرة الكلاب الضالة من الإسماعيلية وأكيد في كل محافظات مصر لو قام المسؤولين بتعميم التجربة فيما بعد. وبالطريقة دي يأمن المواطن أثناء سيره في الشوارع والطرقات على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده. ولا هنستنى كالعادة لما تحصل كارثة وتبقى قضية رأي عام، أما تتلم مجموعة كلاب على راجل مسن أو سيدة مسنة أو تهاجم طفل أو طفلة سواء لوحدهم في الشارع أو مع أولياء أمورهم، وبعدها يبقى السادة المسؤولين يتحركوا. أتمنى الحل أو الاقتراح اللي قلته في الفيديو ينال إعجاب السادة المسؤولين وأيضا السيدات والسادة المشاهدين لهذا الفيديو. وهذا الاقتراح المتواضع من مواطن بسيط نفسه يشوف مصر دولة متحضرة ورقية، ويطبق فيها القانون بطريقة صحيحة، وتفعل فيها القوانين حبيسة أدراج المكاتب. أتمنى تكون الرسالة وصلت ووصل الهدف منها، والله ثم حبي لوطني من وراء المقصد، مع خالص تحياتي واحترامي للجميع. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.